اشعار جديد في استوديو اليوتيوب. اول ما تفتح الاستوديو اليوتيوب هتلاقي الاشعار ده موجود عندك. يمكن مشاركة الارباح من الاعلانات الشورتس ابتداء من شهر فبراير. لتفعيل هذا الميزة وميزات اخرى يجب قبول احكام برنامج شركاء يوتيوب الجديدة التي ستكون متاحة في منتصف شهر يناير. هتكون متاحة في نص شهر يناير. تمام. طيب تعالى نضغط على المزيد كده ونتعرف ايه هي الاشعار ده. طرق جديده لتحقيق الربح على اليوتيوب. لقد عملنا بجديه على تطور برنامج شركاء اليوتيوب وتوسيع النطاق، واعتبارا من منتصف شهر كانون الثاني يناير 2023 ستتاح تعديلات على برنامج شركاء اليوتيوب للمزيد من صناع المحتوى الانضمام الى شركاء. وستتوفر لجميع الشركاء الحاليين طرق إضافية لتحقيق الربح باستخدام فيديوهات الشورتس، بما في ذلك مشاركة الأرباح الناتجة من الإعلانات. وستتوفر إمكانية مشاركة الأرباح من الإعلانات فيديوهات الشورتس في أول من شبط فبراير 2023 لصناع المحتوى الذين يوقعون مسبقا على اتفاقيات المناسبة. يمكنك الاطلاع على جميع التفاصيل في هذا الصفحة. لو نزلنا كده هنفهم بقى. هو هنا بيقول لك تحقيق الارباح من يوتيوب شورتس، تحقيق الارباح من المحتوى الموسيقي، المزيد من فرص للمزيد من صناع المحتوى. تقدم يوتيوب حاليا صناع المحتوى 10 طرق لتحقيق الربح على منصة. سنعرفك في هذا المقال على مزيد من الطرق لتحقيق الربح. سنقدم أيضا متطلبات الأهلية الجديدة لتتيح لعدد كبير من صناع المحتوى لانضمام برنامج شركاء يوتيوب اعتبارا من منتصف شهر كانون الثاني يناير 2023. سيتمكن صناع المحتوى المؤهلون الحديث من الانضمام إلى برنامج شركاء يوتيوب في أحد الحالتين التاليتين. ماشي. واحد، إذا جذبت قناتهم 1000 مشترك وحققت ل 4000 ساعة مشاهدة علني صالحة آخر 12 يوم. اتنين، إذا جذبت قناتهم 1000 مشترك وحققت فيديوهات شورتس الخاصة بيهم 10 مليون مشاهدة علني صالحة في آخر 90 يوم. احنا طبعا عارفين الشرط الأول ده اللي احنا كلنا شغالين عليه، ولكن برضو أنا هديك نبذة عنه. هو دلوقتي بيقول لك ان انا مديك صلاحيه 12 شهر. معنى الكلام ده ايه؟ معنى حضرتك انا دلوقتي آه انشأت قناتي في شهر واحد. تمام. شهر واحد ده جبت ال 1000 مشترك مثلا، وجبت في شهر واحد ده 500 ساعة. جيت شهر اتنين جبت 700، جيت شهر تلاتة جبت 800، جيت شهر أربعة جبت 200. تمام. فهيجي خلال 12 شهر، يعني من شهر واحد لقبل شهر واحد المفروض تكون محقق الشروط. طب لو انا ما حققتش الشروط، يبقى انا مثلا هيجي عليا شهر واحد كمثال مثلا يعني. تمام. هيجي عليا شهر واحد، انا شهر واحد ده انا كنت جايب فيه 1000 ساعه، هيبدا يتحذف ال 1000 ساعه ويبدا يتضاف لي شهر جديد. طب شهر اتنين انا كنت جايب فيه 500 ساعه، هيبدا يحذف لي شهر هيبدا يحذف لي 500 ساعه اللي جم في شهر اتنين ده ويبدا يضيف لي شهر جديد. طيب شهر مثلا ثلاثة أنا جبت فيه 800 ساعة، فيبدأ يحذف لي ال 800 ساعة اللي جم في شهر ثلاثة ويبدأ يضيف لي شهر جديد. دي بقى الصلاحية. المفروض أنت تكون محقق ال 4000 ساعة وال 1000 مشترك قبل 12 شهر. لو عدى ال 12 شهر، اعلم ان الشهر اللي جالك فيه عدد ساعات معين هيبدأ يتحذف في الساعات ديت ويبدأ يضيف لك شهر جديد. فانت ركز في الجزئيه دي. اتمنى اكون افدتكم في المعلومه دي، وانا اتكلمت فيها في كذا فيديو برضه. تمام. طيب هنا بيقول لك اتنين، اذا جذبت قناتهم 1000 مشترك وحققت فيديوهات شورتس الخاصه بهم 10 مليون مشاهده علنيه صالحه في اخر 90 يوم. تمام. يعني لو قناتك شورتس والقناه بتاعتك ديت انت حققت ال 1000 مشترك، يعني انت عملت قناتك مثلا وليكن في شهر واحد وحققت ال 1000 مشترك، وجيت في بعد ما حققت ال 1000 مشترك عملت ايه؟ جبت مثلا 5 مليون مشاهده. 5 مليون مشاهده في الشهر ده. جيت شهر اتنين تاني جبت 8 مليون مشاهده. طيب جيت في شهر ثلاثة بدل ما تجيب 2 مليون مشاهدة جبت مليون مشاهدة، كان فاضل لك واقف على مليون وتبدأ تحقق الشروط كده. ال 90 يوم خلصوا. تمام. فهيبدأ يشيل لك شهر من ال 90 يوم اللي هم الثلاث شهور. هيجي مثلا شهر واحد ده انت كنت جايب في 5 مليون، هيبدأ يحذف لك. هيجي شهر أربعة هيبدأ يحذف لك. بعد ما دخل عليك شهر أربعة يبدأ يحذف لك العشرة، عفوا ال5 مليون مشاهدة اللي انت جبتهم في شهر واحد، ويبدأ يضيف لك شهر اللي هو بتاع أربعة ده الجديد. تمام. طيب جيت في شهر أربعة ما حققتش برضو الشروط. تمام. هيجي شهر اتنين اللي انت جبت فيه 3 مليون هيتحذف وهيبدأ يضيف لك شهر جديد. اللي انا عايز اوصله لك يعني ال 90 يوم او الثلاث شهور دول، الشهر الاولاني تمام انت جبت فيه زي ما قلنا كده
1000 مشترك و5 مليون مشاهده. طب 5 مليون مشاهده دول مثلا انت ما لحقتش تكمل في ال 90 يوم، تمام؟ فهيضطر يشيل لك شهر ويضيف لك شهر، هيشيل لك شهر هيشيل الشهر خالص بالمشاهدات بتاعته ويضيف لك شهر جديد. شوف بقى، لو انت زي ما قلت لك كده، خليك اللي انت جاب 5 مليون مشاهده وال 1000 مشترك في شهر واحد، فال 5 مليون مشاهده دول هيتحذفوا ويبدا يضيف لك شهر جديد. المهم هو عايزك تكمل 10 مليون مشاهده قبل ال 90 يوم ما يخلصوا، قبل الثلاث شهور. فانت لازم تكون حريص في الجزئيه دي، فهمته؟ دي بتكون صالحه للناس اللي هي مش فاهمه، يعني هو بيديك فتره اللي انت تجمع فيها، ما جمعتش فيها يبدا يشيل لك شهر ويضيف لك شهر، يشيل لك شهر ويضيف لك شهر. فانت ركز في الجزئيه دي. اتمنى اكون افدتكم في المعلومه ديت. ده كان اشعار استوديو اليوتيوب ان شاء الله. فركز في قناتك، ولو انت بتعمل فيديوهات شورتس او بتستخدم فيديوهات شورتس عشان تبدا تدخل وتربح من الفيديوهات الشورتس بتاعتك وقناتك تدخل، فانت اشتغل على قناتك اكتر، وحاول تجيب ال10 مليون دول قبل ال90 يوم ما يخلصوا. او حاليا لو انت شغال فيديوهات طويله، حاول تجيب ال1000 مشترك وال4000 ساعه قبل 12 يوم، عشان ما يبداش يحذف منك شهور ويضيف لك شهور. اتمنى اكون افدتكم. طبعا لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وفعل الجرس على الكل. اشوفك في فيديو جديد. سلام عليكم.